السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين القناة الأعزاء، في ليلة توهج نجم النجوم محمد صلاح، علقت جماهير ليفربول على أداء النجم محمد صلاح في مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي. شارك محمد صلاح أساسي في مباراة نيوكاسل واللي انتهت بالتعادل ليفربول مع نيوكاسل ب3 أهداف لكل منهما. وكالعادة عبرت جماهير ليفربول عن آرائها في أداء النجم المصري اللي سجل هدفين وعمل اسيست لكيرتس جونز عشان يبقى اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يسجل ويصنع في مباراة واحدة ب37 مرة اكتر من واين روني. ومحمد صلاح بيتوهج ويبقى هداف الدوري الانجليزي حتى الان ب13 هدف اكتر من ايرلينج هالاند اللي عنده 12 هدف. واستطاع صلاح ان هو يعمل اداء عالمي ويرجع ليفربول تاني بعد ما كان خسران 2-1. لا، رجع ليفربول تاني و3-2، ولكن غلطة كهلر في اخر مباراة بتخلي ليفربول يتعادل 3-3 طبعا، مع انتصار الارسنال 2-0 على مانشستر يونايتد، وانتصار تشيلسي ب5 أهداف، وانتصار السيتي بثلاثية. اول معنا بيقول يجب تجديد عقد محمد صلاح الان. التعليق التاني بيقول اعطوه ما يريده، إشارة إلى تمديد عقده. التعليق التالي بيقول إنه الأفضل في العالم حاليا. ومعانا تعليق بيقول نحن نحبك يا صلاح، من فضلكم امنحوه عقدا جديدا. والتعليق بعد كده بيقول محمد صلاح ببساطة هو اللاعب الأفضل. واللي بعد كده بيقول اعطوه العقد الجديد الآن. وتعليق تاني بيقول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي على الإطلاق. وتعليق تاني بيقول أفضل لاعب في العالم. وكمان تعليق بيقول ستكون جريمة إذا لم يمنحوه الكرة الذهبية هذا العام. وتعليق تاني بيقول اللاعب الأفضل في تاريخ أفريقيا على مر العصور. ودي كانت بعض من تعليقات جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح النهاردة واللي عمله في المباراة. وكل التوفيق للنجم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.